بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس المباركة ممن حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يزدادون علما وعملا وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بكلام مفصل حول بعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. يعني مثلا تعرضنا لأهمية طلب العلم الشرعي في البداية، ثم تكلمنا حول الوضوء وأحكامه، تكلمنا أيضا حول نواقض الوضوء وما يتعلق بها، تكلمنا أيضا حول الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، وذكرت أيضا بعض الأخطاء التي هي منتشرة عند الناس حول الوضوء وبعض الأشياء التي يظنون أنها ناقضة للوضوء وهي ليست كذلك، وقد تقدم معنا هذا مفصلا. أما اليوم أيها الإخوة والأخوات سوف نتكلم حول أحكام الغسل في الغسل من الجنابة، أو كذلك أحكام الغسل العادي الذي قد لا يكون من جنابة. فإن الغسل ينقسم إلى قسمين، قد يكون من جنابة أو يكون من حيض مثلا، يعني يكون غسل بسبب الحدث الأكبر إما جنابة أو حيض أو نفاس، أو يكون غسل عادي، إنسان مثلا يريد أن يغتسل اغتسالا عاديا بسبب مثلا العرق أو بسبب مثلا كثرة الغبار أو للتنظف يعني. فهذا له أحكام وهذا له أحكام أخرى، لكن عموما الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو أحكام الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة هو لثلاثة أشياء كما ذكرت، إما أن يكون من جنابة، أو يعني كيفية الغسل الذي سنتكلم عنه إما أن يكون من جنابة أو من الحيض أو من النفاس. كل هذه الأشياء سوف نصف لها وصفا واحدا ويعمها جميعا. يعني هذا الوصف الذي سأذكره يفعله من كان يغتسل من جنابة، ومن كان يغتسل من كانت تغتسل من حيض، أو من كانت تغتسل من النفاس أيضا. الدليل على وجوب الغسل من الجنابة قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمرهم إذا كانوا جنبا أن يتطهروا. وذكر أن الغسل من الجنابة كان معروفا أيضا في الجاهلية، فكانوا حتى في الجاهلية يغتسلون من الجنابة. وأذكر أن بعض الأطباء ذكر بأن الجسم إذا أصابته الجنابة يفرز بعض المواد التي تغطي الجسد، تكون يعني فوق الجلد، فإذا اغتسل المرء ذهبت عنه هذه المواد التي كونت طبقة وصار أنشط. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يدرك المرء جسده أثناء الغسل من الجنابة، وهو السنة. أيها الأحبة الكرام، موجبات الغسل عموما سواء كان غسل من جنابة أو حيض نفاس أو غير ذلك، أيضا قد يكون غسل أحيانا للداخل في الإسلام على قول من أوجبه. موجبات الغسل 6 أشياء. أولها خروج المني من مخرجه سواء كان من الذكر أو من الأنثى، ولا يخلو إما أن يكون في حال اليقظة أو أن يكون في حال النوم. لما قلنا خروج المني من مخرجه، يعني المخرج الشرعي المعروف العادي. لو مثلا إنسان ذهب إلى المستشفى وأخرجوا منه المني من غير مخرجه، فرضا أدخلوا أنبوبا مثلا إلى مثلا فوق إلى أسفل بطنه أو فوق فرجه، المهم من أي مكان، وأخرجوا منه المني، هذا لا يجب منه الغسل. لا يجب الغسل إلا إذا كان يخرج من أحد من الرجل أو من المرأة من المخرج العادي، إذا كان يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج بغير دفق ولا لذة فلا يجب منه الغسل. يعني نفرض مثلا أن شخصا كان يمشي فانزلقت رجله ووقع على ظهره فرضا وتسرب منه مني، مثلا مني بصفته العادية، برائحته، بلونه، يعني كل شيء يدل على أنه مني، فهذا لا يجب منه الغسل لأنه لم يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج دفقا يعني بقوة وبلذة فإنه يجب منه الغسل. طبعا قد يخرج المني من الرجل أو من المرأة إما في حال اليقظة، أو أحيانا قد يخرج منه في النوم أو بالوطء الشرعي بين الرجل والمرأة. إذا خرج في حال اليقظة يعني يشترط هذان الشرطان التي ذكرت قبل قليل، أن يكون دفقا بلذة. إذا خرج في حال النوم، لو إنسان استيقظ من منامه ووجد على ملابسه مني، ما ينبغي أنه يتفلسف ويبدأ يقول لا أنا لن أغتسل لأنه يمكن يكون خرج بغير دفق ولا لذة. نقول لا، في النوم أنت ما تدري عن اللذة ولا تدري عن الدفق، هذا قد لا تعقله وقد تنساه. فإذا خرج في النوم، يعني إذا استيقظ الواحد من منامه ثم رأى في ملابسه أثر مني، فإنه يجب عليه أن يغتسل.
ما يتفلسف ويقول ما أدري ويمكن دفق، لا يجب عليه أن يغتسل مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما يغتسل بالماء من رأى الماء، يعني من رأى الماء الرجل الذي هو المني من رآه على ملابسه، هذا إذا خرج في النوم. تأتي عدل المسألة الثالثة وهي مسألة الوطأ، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها. أما إذا كان في النوم واستيقظ ويذكر أثر احتلام، يذكر مثلا أنه رأى في منامه امرأة ووقع كذا وكذا، لكنه لم يرى أثر مني في ملابسه، هذا لا يلزمه الغسل. إذن يا جماعة الاحتلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يرى أثر المني أو خليها ثلاثة أقسام، إما أن يرى أثر المني ويذكر احتلاما، فهذا يجب عليه الغسل قولا واحدا. الثاني أن يرى أثر المني لكن لا يذكر احتلاما، ما يذكر أنه رأى شيء، فهذا ماذا؟ يجب عليه الغسل أيضا. الحالة الثالثة أن يذكر احتلام ولا يرى منيا، يذكر أنه وقع له شيء لكن ما يرى مني، ما يرى أثر، فهذا لا يجب عليه الغسل، ويكون كحال من قبل زوجته ونحو ذلك ثم لا يلزمه ثم لم يقع منه وطأ لها، لم يقع جماع، فلا يلزمه الغسل. الأمر الثاني عندنا من موجبات الغسل هو وطء الرجل لامرأته. ووطء الرجل لامرأته يشترط لأجل أن يجب عليه الغسل أن يكون وطئا تاما، أما إذا كان الرجل، نفرض مثلا أن الرجل مثلا اقترب من امرأته ثم أنزل لكن لم يقع منه الوطء الصريح، ففي هذا الحال يلزمه هو الغسل لأنه أنزل، أما هي فلا يلزمه الغسل إلا إن وقع منها أيضا إنزال. وهذا الكلام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي بعض الروايات قال إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. إذن يجب عليها أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل إذا وقع الوطأ، سواء حصل منهما إنزال أو لم يحصل منهما إنزال. وهذا الأمر يا جماعة ترى يعني يغيب عن عدد غير قليل من الناس. بعض الناس يظن أنه إذا وطأ امرأته ولم يقع منه إنزال أنه لا يجب عليه الغسل، وهذا باطل. بمجرد وقوع الوطأ ويعني مجاوزة الختان يعني حصول الإيلاج يجب عليه أن يغتسل على الصحيح. كذلك من موجبات الغسل، وعفوا قد يقول بعض الناس يا شيخ أن تفصل في مسائل محرجة، أنا أيضا محرج وأنا أفصلها، لكن المشكلة يا جماعة إذا لم نتعلم نحن هذه الأشياء ولم نعلمها للناس فمتى يتعلم؟ إذا كان خطيب الجمعة سيستحي أن يشرحها للناس على المنبر ويقول يا أخي إحراج، والذي يتكلم في التلفزيون سيستحي أن يشرحها للناس ويقول يا أخي إحراج أن نشرحها، من سيبقى يشرحها للناس؟ خاصة أننا لاحظنا أن بعض القنوات الفضائية صار عندهم تساهل شديد ونوع من التفحش في شرح هذه المسائل. يعني حدثت أنا عن برنامج، وإن كنت الحمد لله لا أطلع عموما على هذه الأشياء، لكن حدثني شخص عن برنامج أذيع في إحدى القنوات قبل فترة بسيطة يتكلم عن هذه الأمور التي نحن نتكلم عنها، يتكلم عنها بصراحة شديدة. والمشكلة أنهم قد أحضروا يعني رجلا يعني صاحب علم، أو قل رجل يعني مفتيا، أحد المفتين، أحضروه بين يديهم ثم بدأوا يسألونه أسئلة وقحة حقيقة، حتى إنهم يكتبون كل قليل لا ينظر إلى هذا البرنامج من هو دون 18 سنة، مع أنني أجزم أنهم لما كتبوا العبارة صار الناس أشد حرصا، صار الشباب المراهقون أشد حرصا على رؤيته، وبدأوا يسألون أسئلة يعني وقحة جدا في الوطء ويتلقون الاتصالات بالهاتف. فلما تصل يا جماعة المسألة بهذا الإسفاف إلى يعني من قبل بعض الفساق، فلا يمنع أن أهل الدين وأن طلبة العلم والدعاة أن يوضحوها للناس مبنية على الأحكام الشرعية. أنا أقول هذا الكلام حتى ما يقول بعض الناس يا شيخ أنت تفصل وتحرجنا وتحرج نفسك. نعم، لكن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه أيضا، فقال أو لامستم النساء ونحو ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث صريحة، كما في قوله إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها ونحو ذلك، فلا بد من بيانه. المقصود أنه من موجبات الغسل يعني مجاوزة الختان. الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إذا أسلم الكافر. وإسلام الكافر أيها الإخوة والأخوات اختلف أهل العلم فيه، هل يجب فيه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ والصحيح أنه يسن له الغسل ولا يجب عليه. فإذا يعني دخل في الإسلام إن اغتسل فهو أولى، وإن لم يغتسل فليس عليه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين يديه الفئام من الناس، الأعداد الكبيرة، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يأمرهم بالغسل. الأمر الذي بعد هذا من موجبات الغسل الموت طبعا
لا يجب على الميت أنه يغتسل، ما هو مات وانتهى، لا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب أن يغسله أهله أو يغسله المسلمون عموما. وتغسيل الميت فرض كفاية كما ذكر أهل العلم، إلا فيه واحد من أنواع الموتى لا يجب تغسيله،